كيفكم؟ ان شاء الله تكونوا بألف خير وانتم عم تشاهدوا فيديو اليوم. فيديو اليوم يا جماعة رح يكون عن موضوع عن شهر رمضان الكريم. بس قبل ما نبلش بهذا الفيديو لا تنسوا تحطوا لايك لهذا الفيديو، كمان تشتركوا بالقناة بالضغط على زر الاشتراك الأحمر يلي رح يظهر لكم على الشاشة. كمان لا تنسوا تضغطوا على زر الجرس عشان يوصلكم كل شيء أنا بنزله على قناتي. هذا الشيء ضروري، لازم تضغطوا على الجرس عشان يوصلكم كل شيء أنا بنزله على قناتي. وكمان رمضان مبارك عليكم وعلى كل الأمة الإسلامية. ويلا نبلش بهذا الفيديو. رمضان يا جماعة هو شهر الخير والبركة والغفران، وهو شهر تعم فيه البركات وتكثر فيه الحسنات وتقل فيه السيئات. ففي شهر رمضان المبارك يا جماعة يضاعف الله سبحانه وتعالى الأجر لعباده، فيغمرهم بعظيم لطفه ورحمته. فهو شهر استجابة الدعوات، فهو شهر استجابة الدعوات يا جماعة، وشهر العبادات. وفيه أيضا يكثر تقديم الصدقات للفقراء والمحتاجين، وينتشر الخير بين الناس، وتكثر فيه صلة الأرحام وإقامة الولائم. خلينا ننتقل إلى الفقرة المهمة يا جماعة، وهي فقرة الفضائل، فضائل رمضان أو فضائل رمضان. فخلينا ننتقل إلى هاي الفقرة. لرمضان يا جماعة الكثير من الفضائل يا جماعة، ومن أولها هو نزول القرآن الكريم على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. وكمان فيه ليلة عظيمة من أعظم الليالي، وهي ليلة القدر يا جماعة، وهي من أعظم الليالي يا جماعة. اللي لم يحدد الله سبحانه وتعالى أجرها، لأن الصوم يكون خالصا لله سبحانه وتعالى، وهو الذي يجزي به. وقد ورد في الحديث الشريف قوله عليه الصلاة والسلام يا جماعة: للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. فالصوم فيه تربية عظيمة للنفس، وفيه الكثير من الروحانية العميقة التي تجعل قلب المؤمن منكسرا لخالقها وحده لا شريك له. وهذا كله من أسباب روحانية شهر رمضان المبارك. يقدم لنا شهر رمضان المبارك يا جماعة الكثير من الدروس والعبر، ومنها يا جماعة هو أنه يشعر فيه الصائم بجوع الفقراء والمحتاجين، وأيضا يصبح قلبه أكثر رجمة ورأفة بالآخرين، فيكفر في غيره من الناس. وفي شهر رمضان المبارك يا جماعة أيضا يصبح أجر قراءة القرآن مضاعف، حيث يعتبر فرصة رائعة يجب على كل صائم وقائم اغتنامها كي يزود من الأجر العظيم. يخلق الله سبحانه وتعالى في شهر رمضان المبارك أبواب جهنم جميعها، فتظل أبواب الجنة مفتوحة مشرعة للصائمين. وفيه أيضا تصفد الشياطين بالأغلال، وفيه أيضا تسم النفس كثيرا، وتقوى صلة الرحم بين الأشخاص. ففيه يجتمع الصائمون على موائد الفطر، ويجتمعون أيضا في صلاة في التراويح، حيث تصدح
مآذن المساجد بالدروس الدينية وحلقات الذكر وأصوات المصلين. يعتبر شهر رمضان المبارك شهر البهجة والفرح للكبار والصغار، وفيه كمان الزينة من فوانيس وأضوية وأهلة مضيئة يعني في البيوت، مما يشكل جوا مفعما بالروح الإيمانية والفرح في الوقت نفسه. ويتحضر فيه الناس لعيد الفطر المبارك، وهو يوم الجائزة الذي يلي شهرا كاملا من العبادة والصبر والتحمل. علينا يا جماعة أن نستغل رمضان أو شهر رمضان المبارك لتكفير ذنوبنا وتقوية إيماننا وأداء الصلاة والقيام وعلى أكمل وجه، والبدء مع الله سبحانه وتعالى عادا جديدا. هذا كان فيديو لليوم، أتمنى يكون هذا الفيديو عجبكم. لا تنسوا تحطوا لايك لهذا الفيديو، كمان تشتركوا بالقناة بالضغط على زر الاشتراك الأحمر اللي راح يظهركم على الشاشة، وكمان لا تنسوا أنكم تضغطوا على زر الجرس عشان يوصلكم كل شيء أنا بنزله على قناتي. وأنا بدي لكم رمضان مبارك عليكم مرة ثانية، على كل الأمة الإسلامية، وأنا بدي لكم باي باي.